كان يوم بدر يوم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه بامتياز، صال فيه الأسد والهصور وجال، ما مر بفارس إلا وصرعه، ولم يأتي إلا على محارب إلا أهلكه. كيف لا وهو الذي لقبته أو تلقبه قريش في الجاهلية بصائد الأسود، ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأسد الله وأسد رسوله. لقد أصاب قريشا في مقتلها، واعتبرته المسؤول الأول عن هزيمتها في بدر، وكان أكثر من بيت له ثأر عنده. وكان وحشي بن حرب عبدا راميا بالحرب مجيدا فيها، فوعد إن هو قتل حمزة يوم أحد أن يصير حرا، وهكذا كان. استشهد أول قائد هيئة أركان في الإسلام، وصار وحشي حرا طليقا.